اليوم راح نعمل أطيب زنود الست من أطيب الحلويات العراقية وبمكونات بسيطة ومتوفرة. راح نعملها بطريقة ناجحة ومضبوطة وتطلع أطيب من الجاهزة، وراح نعمل عجينة زنود الست بهذا الفيديو بطريقة سهلة ومضبوطة. تابعوا الفيديو للنهاية لأن راح يكون هذا الفيديو عبارة عن نصايح حتى تطلع عندكم مضبوطة. بالبداية راح نعمل الشيرة. عندي هون 3 أكواب شكر، ونضيف كوب ونص ماي ونص معلقة شاي ليمونديزي أو ملح الليمون، ونخلطهم حتى يذوب الشكر، ونتركها تغلي لمدة 5 دقائق على نار وسط، وبعدها نطفي النار ونتركها تبرد، وبعدها نحضر الحشوة. عندي هوني 5 أكواب حليب و3 معالق أكل شكر. ما نكثر الشكر بالحشوة لأن راح نضيف لشيرة بالأخير، ونضيف كوب نشا ونخلطه نفس الكوب اللي قسنا بينه الحليب نقيس بينه النشا. استخدمت كوب القياس، ونحطه على النار مع التحريك المستمر. لازم تكون حشوة زنود الست ثخينة عندنا حتى لا تطلع منا الحشوة بالأخير، وبس تظهر عندنا الفقاعات نطفي النار ونضيف معلقة كوب فانيلا سائلة، وإذا ما كانت متوفرة الفانيلا السائلة عادي نضيف ظرف فانيلا. نفرغ الحشوة بكاسة ونغطيها بقطعة نايلون، ويكون النايلون فوق الحشوة بالضبط حتى لا تنشف عندنا، ونتركها تبرد بين ما نحضر العجينة. عندي هوني كوبين طحين صفر ونص معلقة شاي ملح، ونخلط الملح مع الطحين ونضيف لهم 3 معالق أكل زيت، ونضيف كوب إلا ربع حليب دافي بالتدريج ونعجن. وبس تتكون عندنا العجيناي نبدي نعجنها على الكاونتر حتى ناخذ راحتنا بالعجن وتنعجن مليح. نعجنها بهذه الطريقة لمدة 10 دقائق. ضروري نعجنها لمدة 10 دقائق حتى من مدة تنمد عندنا بسهولة. هذا قوام العجيناي عندي، تكون شوية ليني ومباشرة نقطعها 5 قطع بالتساوي، وبنفس الكاسة اللي عجنا بيها نحط بيها نشا وقطع العجين ونقلبهم مليح بالنشا، ونرجع نغطيهم بقطعة نايلون حتى لا ينشفون عندنا، ونترك قطع العجين لمدة 30 دقيقة يرتاحون. وهون تكون الحشوة بغدت عندي، نفرغها بكيس حلواني حتى تكون سهلة علينا من نحشيها. وهوني بعد 30 دقيقة يكون ارتاحوا القطع عندي، راح أبدي أمدم. نخلي شوية نشا وناخذ قطعة ونمد شوية، ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. مثل ما واضح عندكم نخلي نشا بين الطبقات حتى لا يلزقون عندنا من نرجع نمدم. وهوني مديته ال5 قطع وكملته وخليته نشا بين الطبقات. راح أرجع أمدم كلهم سوا بهذه الطريقة. ما تخافون، ما راح يلزقون عندنا. النشا اللي خليناه بين الطبقات راح يمتص رطوبة العجين وما يلزقون عندنا. وبعد ما مديناهم نرجع نشيل النشا اللي بين الطبقات لأن صار النشا رطب عندنا. إذا تركناه ونمد العجين أكثر راح يلزقون عندنا. نرجع نخلي طبقة جديدة من النشا بين طبقات العجين لأن راح نمدم آخر مرة حتى لا يلزقون الطبقات عندنا وتطلع عندنا طبقات العجين كثير رقيقة. كل ما كانت طبقات العجين رقيقة تطلع زنود الست أطيب. وأكون كملته بهذه الطريقة. شلته النشا اللي رطب عندي وخليته نشا جديد، وراح أرجع أمد آخر مرة حتى تصير الطبقات رقيقة عندي بهذه الطريقة. من نبدل النشا بين الطبقات ما راح يلزقون طبقات العجين عندنا، وهم تطلع العجيناية رقيقة ومضبوطة. ونمدها بهذه الطريقة حتى تتساوى عندنا من كل الجهات وما تصير الحوافي ثخينة عندنا. الطريقة كثير سهلة بس تتبعوا الخطوات، وحتى لو أول مرة تعملوها راح تنجح عندكم أنا متأكدة. مثل ما ترشعون ال5 طبقات معزولة عندي وما تلزقت لأن غيرنا النشا بين الطبقات. وهسه راح أشيل طبقات النشا وأبدي أحشيها. نقطع شوية من الأطراف حتى تتساوى عدنا من نحشيها وتطلع مرتبة. ننزل الحشوة بخط مستقيم من البداية إلى النهاية ونرجع نلفها إلى النهاية. وإذا ما كانت الحيفة عدلي نقصها وهم نرجع نحشيها بعدين، ونرجع نقطعهم بالحجم اللي يناسبنا. أنا قطعتوهم بحجم 5 سنتيم. ونشيل أول قطعة قطعناها ونقيس بيها حتى يطلعون كلهم نفس القياس عندنا. راح أرجع أعمل ثاني قطعة قدامكم حتى تكون الخطوات واضحة عندكم، ونكمل كل الكمية بنفس الطريقة. أنا طبعا ما غطيته قطع العجين لأن عاد أشتغل بيها بسرعة. إذا أنت متأخرتم بالشغل فغطوها أفضل حتى لا تنشف عندكم قطع العجين. نصفطها بصينية أو شرح، والأفضل يكون الشرح شوية عميق لأن راح نحط بعد دهن فوقاته. نضيف له دهن نباتي إلى ما تتغطى عدنا بالدهن بهذه الطريقة حتى من نشويها يصيرون كلهم نفس اللون. وبعد ما كملنا أما نقليها على الطباخ إلى ما يصير لونه ذهبي أو نشويها بفرن حار
على أعلى درجة عدنا إلى ما يصير لونه ذهبي ونطلعها، ومباشرة بس نطلعها من الفرن نصفيها من الدهن حتى ينزل كل الدهن اللي بيها، وبس نصفيها من الدهن مباشرة نصب الشيرة عليها، نتركها كم دقيقة تشرب شيرة ونرجع نصفيها من الشيرة، وتبقى كمية الشيرة بيها حسب رغبتكم، وتكون جاهزة عدنا. بس نزينها بشوية فستق مطحون ونقدمها قبل ما تبرد، وما تتخيلون ايش قد تطلع طيبة، لازم تجربوها. ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو، وألف عافية.